هذا رحمة، حتى ولو فيه بعض الكوارث والأزمات لحكمة يعلمها الله أيضا هي لرحمة، رحمة ما في شك. فرسالتي إلى الذين أصيبوا أن يعلموا أن الدنيا أحقر مما نتصور. تخيل إنسان يرقد مع عياله وفي الحوش فجأة يلقى نفسه في صقيعة، في فضاء، لا سوق لا باب لا حيطة. والله رأينا ذلك بأم أعيننا، رأينا ذلك بأم أعيننا، ولكني رأيت الابتسامة لا تفارق شفاه كثير منهم. أجزوا تمشي له تلقاه يضحك زي ما حصل حاجة، مبسوطين خلاص. البقت عاد نعمل شنو؟ فهنيئا لهم بهذا الصبر، من صبر هنيئا له بهذا الصبر، وإنها والله رفعة، وإنها والله خير لهم لو أنهم صبروا، لو أنهم صبروا. لا، قال تعالى ما أرسلنا من نبي، ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. بعد ما جاءنا العذاب بدل لهم حسن تاني حتعمر القرى بإذن الله تعالى وتعاد تاني من جديد. فهنيئا لهم، وعليهم أن يعلموا أن بعض البلاء أخف. وكما قال المثل عندنا أداتك في مالك سامحتك، هذا من رحمة الله. الحمد لله. نعم البيوت اتكسرت والمباني انهارت، ولذلك علينا جميعا الأصيب والما أصيب أن نحدث لله توبة. لا ينزل البلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم لا تهلكنا وأنت غني عنا يا رب العالمين، اللهم لا تهلكنا وأنت غني عنا. اللهم عوض إخواننا الذين أصيبوا في السيول والفيضانات، اللهم عوضهم خيرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أجورهم وعوضهم خيرا يا رب العالمين، واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم وزيادة في حسناتهم ورفع في درجاتهم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.